اهلا بكم متابعين قناه اوتو هيثم في كل مكان. بدايه بشكر اداره معرض اكستريم اوتو بشارع احمد فخري بمدينه نصر اللي اتاحتهم الفرصه لتصوير العربيه اللي معانا النهارده. MG HS 2025، العربيه الكروس اوفر متوسطه الحجم، صينيه المنشا والتصميم والتطوير، واللي بتتصنع في مصانع شركه سايك موتورز الصينيه، وبتدخل الاسواق المصريه من خلال شركه منصور للسيارات الوكيل المحلي لعلامه MG في مصر. العربيه دي واخده 5 من 5 في اختبارات السلامه الاوروبيه اليورو انكاب، وده اللي مخليها متواجده في السوق الاوروبي وبقوه، وبالذات في دوله انجلترا. طبعا انجلترا هي يعني الاصول العربيه دي اصول انجليزيه، فالعربيه بتحن لاصلها يعني. بتنافس في السوق المصري الشنجان CS 55 بلس والGEC امكو والجيلي ستارلي، وتقدر تقول كمان الرينو سترال والنيسان كاشكاي. بتنزل بفئه واحده بس من تجهيزات فئه اللكجري، وسعرها الرسمي 1,600,000، ودي طبقا للسعر الرسمي للوكيل ولحظه تصوير الفيديو. تعالوا مع بعض نتفرج على العربيه اللي معانا ونشوف ابرز واهم مواصفاتها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير الفيديو عشان يوصل لكل محبي السيارات. زي ما انتم شايفين العربيه شكلها رياضي. تعالوا نتكلم بس كده يعني الاول ناخد فكره على ابعاد العربيه. العربيه بتيجي بطول كلي 4 متر 61 سم، عرض العربيه متر 87 سم و6 من 10. الارتفاع الكلي للعربيه متر 68 ونص، وارتفاع العتب بيجي 17 سم و4 من 10، وطول قاعدة العجلات بيجي 2 متر 72. الحقيقة ان طول قاعدة العجلات حلو، يعني يبدو انها هتبقى العربية من جوه كصالون واسعة. مقاس الجنود بيجي 18 بوصة 235 على 50، والجنط بيجي 2 تونز. تعالوا بقى نكمل كلامنا على العربية ككل كده. فالحقيقة ان العربية زي ما قلت لكم انها شكلها رياضي، عربية كروس اوفر متوسطة الحجم، بتيجي بمقدمة هجومية الحقيقة كبيرة. يعني المقدمة بتاعت العربية طويلة وعريضة وشبكة جذابه ملفته للنظر جدا. ده غير بقى كمان ان الشبكه بتاعتها مميزه قوي، وتحس ان حتى المقدمه بتاعت العربيه شبه سمكه القرش شويه كده. وطبعا محاطه بكشافات او بالفوانيس اللي جايه بالاضاءه LED، وطبعا الاضاءه في العربيه كلها جايه من LED. فوانيس العربيه الخلفيه جايه بارزه فيها قوه، مكمله برضو الاحساس اللي مدي ثقه وقوه اللي جايه بيها العربيه او جايه بيها تصميم العربيه. وبص هنا لو نزلنا شويه كده لتحت هنلاقي بقى برضو في ديفيوزر جاي من الفبر الاسود، فجاي يعني طبعا مختلف عن لون العربيه. وفي هنا حساسات الركن الخلفيه، ودي كاميرا الرجوع الخلفيه. وبصوا هنا برضو هنلاقي في مساحات خلفيه في الزجاج الخلفي. زجاج العربيه الخلفي الجانبي او الخلفي جاي من نوع الشفاف مش الفامي او اللي هو الملون. طبعا برضو دخول العربيه بيكون بدون مفتاح او كيلس انتري. مرايات العربيه بتيجي ضم كهرباء وظبط كهرباء، وفيها سخانات. ده غير كمان الاشارات اللي موجوده على الكفر بتاع المرايه. ولو طلعنا كده شويه لفوق بقى وبصينا على سقف العربيه هنلاقي فيه روف راك جاي باللون الفضي الانيق جدا، وجاي برده فتحه سقف كهرباء بانوراما. شنطه العربيه بتيجي 463 لتر، وبتوصل ل 1287 لتر، وده في حاله طي ظهر الكنبه الخلفيه. والشنطه بتيجي فتحها كهرباء. تعالوا بقى نفتح الشنطه. طيب بص الشنطه الحقيقه 463 لتر، بس الحقيقه تحس ان مساحتها كبيره. مفيش حافه تحميل هنا، حافه التحميل هنا مش عاليه، فدي بتديك برضو احساس او سهوله في ادخال متعلقاتك وانت بتدخلها الشنطه ورا. طبعا في هنا اضاءه جايه باللون الابيض LED. في هنا غطا تقدر تغطي بيه متعلقاتك وهي في الشنطه. وهنا طبعا العده بتاعت العربيه اهي، والاستبن بتاع العربيه. وفي هنا مساحه تخزين بسيطه كده على الناحيه اليمين بس. تعالوا بقى نبص على لما نعمل طي ظهر الكنبه الخلفيه هتبقى المساحه اخبارها ايه. دي المساحه بتاعت الشنطه بعد ما عملنا طي لظهر الكنبه الخلفيه.
المساحه وصلت ل 1287 لتر، فالحقيقه طبعا ادت مساحه هايله للشنطه الخلفيه بتاعت العربيه. نرجع بقى الحاجه زي ما كانت ونقفل الشنطه ونتجه الى المقصوره الداخليه لتسجيل. طبعا زي ما انتم شايفين كده لما فتحنا الانتيريور بتاع العربيه جايه بمستوى خامات حلو جدا. لما تيجي تمسكه تلاقي مستوى الخامات فاخره جدا، مستوى تقفيل وتصميم بصراحه ممتاز، شكله حلو جدا وشيك جدا. ده غير بقى كمان ان كراسي العربيه نفسها جايه بتصميم رياضي، وطبعا اللي جاي الفرش بتاعها او فرش عربيه جاي كله من الجلد، تصميمها جاي اللي هو الشكل الرياضي، وطبعا جايه كلها من الجلد. التابلو جاي كله بص رابر طري، حتى الجزء اللي فوق الداشبورد جاي طري، كل ده جاي جلد. يعني حتى دايما غالبا بيجي الجزء اللي فوق الداشبورد او العدادات هنا بتبقى ناشفه شويه او صلبه، لا هنا جايه كلها طريه. مع كمان ان الشاشه الانفوتينمنت هنا بتيجي 10.1 بوصه وبتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. وشاشه العدادات نفتح كده الستارت ستوب انجن اهي، بص هنا الداشبورد هنا بيجي ديجيتال و12.3 بوصه. الطاره بتاعت العربيه جايه برده من الجلد ومالتي فانكشن، وفيها خياطه باللون الاحمر، وجايه طبعا على هيئه اللي هي الدي شيب، فيها طبعا تطعيمات وحليات كده من البيانو بلاك مع الفضي اللامع. وطبعا هنا علامه ام جي الشهيره، وهنا ده الزرار بتاع تغيير انماط القياده. فكره حلوه جدا ان هي معمول هنا عندك في الطاره، يعني بيسهل عليك امور كتير جدا ان هو يبقى قريب منك هنا، مش في الكونسول. يعني وجوده في الكونسول مش وحش، بس هنا وجوده بيكون في نوع من انواع السهوله شويه. طبعا كمان هنا في باتل شيفتر اهي، وجاي حتى بلون مختلف كده عن الطاره. كمان الطاره بتيجي تلسكوبيك، تقدر تحركها في كذا اتجاه اهي، تحت فوق بره جوه اهي. التكييف بيجي اوتوماتيك وديجيتال ودول زون. ده غير بقى كمان الفتحات اللي جايه في الجوانب بتاعت العربيه، فتحات التكييف اللي جايه في الجوانب الحقيقه شكلها حلو جدا، شكل الكونسول شكله حلو. هنا كمان في مخرج 12 فولت، وطبعا فتحتين يو اس بي اهم. يمكن بس عصايه الفتيس يعني اللي كانت ممكن تبقى ايه شكلها افضل من كده شويه، لسه العصايه بتاعت الفتيس شكلها تقليدي شويه. طبعا هنا دي التحكم في نزوم المنحدرات، وده الاوتو هولد والفرامل اليد الكهربائيه. وهنا تقدر تغير بقى انماط القياده من هنا. هنا في كمان 2 كاب هولدرز، ومعاهم برده مكان للتخزين صغير جنبهم هنا، وكمان فوقيه بيكون في سلايد دور. وهنا المسند اليد اللي هنا بيستخدم كعلبه تخزين، وهقول لك كمان بيستخدم كايه كمان دلوقتي. هي برده جاي من الرابر الطري، يعني طري جدا وخامته ناعمه جدا. نفتحه كده نبص فيه اهو، مساحته متوسطه، ولكن في ميزه حلوه ان انت تقدر تستخدمه كمبرد، يعني تحتفظ فيه باي حاجه معاك لو عايز تحتفظ فيها بالسقوعه او البروده بتاعتها. هنا في برده كمان جراب للنضاره، والمرايه بتاعت الصالون الداخلي بتيجي بخاصيه التعتيم الذاتي. والانوار الصالون في العربيه هنا بتيجي برده بالاضاءه الاي دي. وهنا دي طبعا فتحه البانوراما اهي. الحقيقه لا الفتحه كبيره، فتحه السقف البانوراما كبيره.
برضو من الحاجات اللي مكمله بقى في العربيه الشكل الرياضي، وجود العتب الميتال اللي جاي عليه طبعا MG باللون الاحمر، فده برضو بيدي احساس رياضي، وده موجود على فكره سواء في المقصوره الاماميه او في المقصوره الخلفيه. ظبط وضعيه الكراسي هنا بيكون كهرباء، سواء بالنسبه لكرسي السائق او كرسي راكب الامامي، ده غير كمان ان في تسخين في الكراسي. لو بصينا على الخامات الداخليه الخاصه ببطانه الابواب الاماميه، هنلاقي ان برضو ما بتقلش جوده ولا روعه عن المقصوره الداخليه. هنلاقي الجزء ده جاي كله من الرابر الطري، والجزء ده جاي برضو واخد طبقه سفنج بسيطه كده مع خياطه باللون الاحمر. وحتى الجزء برضو اللي جاي هنا المسند بتاع الايد او المقبض بتاع اليد بتاعت الايد هنا جايه برضو من الجلد مع خياطه باللون الاحمر، والمقبض او ركبه الباب جايه من النيكل كروم. وهنا مساحه التخزين اللي موجوده او جيب التخزين اللي موجود هنا مساحته بصراحه جميله جدا وواسعه. تعالوا بقى نرجع المقصوره الخلفيه ونشوف المساحات اخبارها ايه. يلا بينا. بصوا زاويه الدخول في الباب هنا واسعه جدا. القعده بقى ورا في المقصوره الخلفيه هنلاقي ان بالنسبه للركبه فهنلاقي ان المساحه بصراحه حلوه جدا. ادي زي شايفين المساحه عامله ازاي. وكمان لو بصينا على مساحه القدم هنلاقي برضو اهي بتحرك رجلك بسهوله جدا في الجزء اللي تحت هنا عند القدم. الجزء بتاع الهيد روم لا مساحته برضو كويسه اهي، انا بوريك المساحه بالظبط اهي. طيب نيجي بقى للكنبه الخلفيه او العرض او مساحه الكنبه الخلفيه تشيل الافراد قد ايه. طبعا الكنبه لو بصينا كده بشكلها لا الكنبه عريضه، فهتشيل 3 افراد متوسطي الحجم يميلوا للحجم الاكبر. نفق الفتيس يعني في نسبه كده حاجه بسيطه قوي، يعني عقله صباع، فما يعتبرش يعني ارتفاع يكاد يكون لا يذكر يعني. تعالوا لو جربنا نقعد كده في النص نشوف عامله ازاي. طيب لو حطينا رجلينا بره كده مش متضايقين، لو حطينا رجلينا عليه مش متضايقين. ليه بقى؟ لان الكونسول مش هاجم على المقصوره الخلفيه فمضايق اللي قاعد هنا في النص، لان في بعض العربيات بتبقى الكونسول ده هاجم قوي فمضيق المساحه دي. غير بقى كمان ان الكنبه نفسها بص لو تخيلنا ان في 2 قاعدين حوالينا من هنا ومن هنا، فهنلاقي ان ال3 متوسطي الحجم ده اللي هم في حجم هيبقوا قاعدين مرتاحين. في هنا مساحه تخزين هنا اهو، جيب تخزين في الباب في ظهر الكرسي الامامي زي ما انتم شايفين كده. ده غير بقى كمان ان شكل الكرسي برضه بص الكرسي شكله التصميم الرياضي فيه عاجبني جدا مع الحليات اللي هي جايه بالنيكل كروم دي، شكلها حلو قوي بصراحه. في برضه فتحات تكييف خلفيه بس ما فيش فيها الزرار بتاع التحكم في سرعه المروحه. وفي فتحتين USB اهم زي ما انتم شايفين. في هنا الايزوفكس مثبت كراسي الاطفال، وفي هنا برضه الارم ريست اللي هي حاجه شكلها حلو جدا. فيها النهارده فيها اختراع يعني. بص هنا الاثنين كاب هولدرز عاملين ازاي، احتجت لهم هتفتح وتحط فيهم حاجه اللي انت عايزها، مش عايزها هتقفلها. فبالنسبه لك بقت دي عامله اهي زي ما انت شايف كده اهو، تفتح تحط الحاجه اللي انت عايزها، مش عايزهم خلاص بقى بالنسبه لك حاجه مصمطه مقفوله. ده غير بقى كمان بص هنا في حاجه لذيذه جدا. بص دي مساحه تخزين ظريفه جدا، تقدر معاك اي رفايه برده صغيره هنا تقدر تشيلها في الجزء بتاع مسند اليد. تعالوا بقى نبص على بطانه الابواب الخلفيه اخبارها ايه. بص اهي ما قلتش جوده عن بطانه الابواب الاماميه. برضو في بعض العربيات تبقى الابواب الخلفيه هنا دي عاملاها بلاستيك او فبر، لكن هنا لا جايه جلد، جايه برضو هنا طبقه سفنج مع خياطه باللون الاحمر، تقريبا نفس التصميم اللي موجود جلد اللي في الابواب الاماميه. والجزء اللي جيب التخزين اللي ورا يعني مساحته كويسه متوسطه. تعالوا بقى نشوف الموتور ووسائل الامان اخبارهم ايه. يلا بينا يلا بينا. طيب كويس اهي، في 2 بساتم كده دراعات هيدروليك جاي على دراعين، بصراحه كويس انها تبقى موجوده الهيدروليك دي. تعالى نبص كده على في تصفيح اسفل الموتور، لا يوجد تصفيح اسفل الموتور مفيش. هنا طبعا في بطانه عزل يعني بتعزل الصوت والحراره، والحقيقه برده ملمسها فومي. موتور العربيه 1500 سي سي تربو 4 سلندر 16 صباب، 169 حصان بيتحققوا عند 5600 لفه في الدقيقه، 250 نيوتن بيتحققوا من 1700 ل 4400 لفه في الدقيقه. المنظومه دي كلها متوصله بناء الحركه ديال كلاتش 7 سرعات، والعربيه بتيجي جر امامي. سعه خزان الوقود هنا بيوصل ل 55 لتر، ومعدل استهلاك الوقود 6.8 لتر لكل 100 كيلو، والعربيه بتحقق من 0 ل 100 في حوالي 9 ثواني و6. بتيجي بتعليق امامي ماكفيرسون وتعليق خلفي مالتي لينك، وبتيجي ب6 ايرباجز. طيب لو اتكلمنا بقى على وسائل الامان الموجوده في العربيه، فهنلاقي ان العربيه بتنزل بوسائل امان محترمه جدا. العربيه تقريبا فيها وسائل امان كتير جدا، فيها الABS والABD والESB، فيها الTCS او اللي هو نظام التحكم في الجر، وفيها كمان الBA او البريك اسيست نظام الفرامل الفجائيه.
فيها كمان الفي دي سي او نظام التحكم الديناميكي، والسي بي سي نظام اللي هو التحكم في المنحنيات، وفيها كمان فرامل اليد الكهربائيه، فيها حساسات ركن خلفيه وكاميرا رجوع خلفيه، فيها كمان التحكم عند صعود للمرتفعات اللي هو الاتش اي او الهيل ستارت اسيست والهيل ديسندنج اسيست. العربيه فيها مثبت سرعه وكشف النقط العاميه، وفيها كمان اللاين لين اسيست او المساعد السير في الحاره المروريه او عدم الخروج من الحاره المروريه، وكمان فيها مراقبه ضغط الاطارات. بكده اكون وصلت لنهايه الفيديو الخاص بالعربيه الام جي اتش اس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير للفيديو عشان يوصل لكل محب السيارات. واشوفكم فيديوهات ثانيه قريب ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.